السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة جديدة طبعا، مفيش حد ما بيحبش الكشري. كشري الحلة واحدة ده مفيش اسرع ولا اسهل منه. لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي مروة خلاف ودي قناتي. لايك وشير لو الفيديو عجبك، ودعوة حلوة كده من قلبي. زي ما انتم شايفين كده انا عملت الكشري في حلة واحدة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول وهقول لكم هنعمل ايه. هنا هنحط في الحلة شوية زيت، وهنقطع بصلايه. تمام. وهنحط شعريه ومكرونه صغيره للتحمير. طبعا انا مش مالكه اصور كويس عشان خاطر انا عند ماما، فمش مالكه ان انا اصور كويس بصراحه. بصوا بقى، هنحمر هنا الشعريه والمكرونه والبصل. لازم تكون ايدك فيهم عشان خاطر ما يتحرقش منك. لو بتعملوا الكشري بالطريقه بتاعتي دي قولولي مين بيعمله زيي. طبعا هنا بصوا، غسلنا العدس وحطيناه في حله وحطيناه على النار. وهنا طبعا ايدينا في التقليب في البصل والشعرية والمكرونة الصغيرة. طبعا احنا حبينا نعمل حاجة سريعة. ما سلقناش مكرونة. هو ده كان، بصوا ده كده كان غدا اليوم، كان اسرع من كده مفيش بصراحة. هنا بقى العدس كان بدأ يغلي معانا. طبعا انا بدي للعدس غلوتين عشان هحطه بالمية بتاعته على الرز والمكرونة والشعرية والبصل. لو وصلت لحد هنا ما تنسينيش في لايك قمر زيك كده، ودعوة حلوة كده من قلبك. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي ودوسي على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد. طبعا زي ما انتم ما شايفين كده، بصوا انا ايدي كده في التقليب عشان خاطر يبقى كل اللون واحد. هنا غسلت الرز ونزلته، هقلبه تقليبتين. وبعد كده هدلق العدس بالمية بتاعته على الرز والمكرونة والشعرية والبصل. تمام. لو وصلت لحد هنا ما تنسينيش في لايك. طبعا بصوا، انا نزلت بالميه بتاعت المكرونه، بالميه بتاعت العدس، اسفه، على الرز والشعريه والمكرونه والبصل. هنا حطيت التوابل ايه؟ فلفل اسود، كمون، ملح. ما كترتش توابل اكتر من كده. لو انت حابه بقى تزودي براحتك، بس بصراحه كان كده مظبوط جدا وكان طعمه حلو قوي 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 ومش قادره اوصف له. طبعا ماما قالت لي اعمل لها الصلصه بالطريقه دي، انا بعملها بالثوم. هي بقى بتحبها كده. بصوا هنا كان الكشري اتشرب معانا، هنبدا ان احنا نوطي عليه. وبعد كده هنرجع بقى ايه للصلصه بتاعتنا. الصلصه بتاعتنا هنعملها ازاي؟ هنحمر بصل، وبعد ما هنحمر بصل تمام هنكون غاسلين الطماطم بتاعتنا كويس قوي وحطينا في شفشق الخلاط. ما بنحطش في البصل دوت ولا توم ولا اي حاجه. طبعا هنا بصوا معانا كده الطماطم في شفشق الخلاط، هنحط فيها كام فص توم، بنضرب التوم مع الطماطم. تمام. هنا بصوا كانت البصله بدات تاخد لون معانا. وهنا بقى التوابل اللي هحطها على الصلصه، شويه ملح، كمون، فلفل اسود، كزبره. هنا بقى ضربت الطماطم وصفيتها وحطيتها. طبعا وده كان غدا اليوم، مش قادره اوصف لكم كان طعمه عامل ازاي، وكان حلو قوي قوي. وبصوا الرز مفلفل معايا، وبسم الله ما شاء الله، وبحبكم في الله، وكل سنه وانتم طيبين. ودعوه حلوه كده من قلبكم، ما تنسونيش في لايك. ويا رب فيديو النهارده يعجبكم، وانتظروني فيديو جديد. وبحبكم في الله. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، الرز بصوا مش معجن ومفلفل، والصلصه بتاعتنا كانت خلاص خلصت. وقولوا لي مين بتعمل الكشري كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.